اهلا بيكم، معاكم شهاب خالد والكلام على ايه؟ تصدرت الفراخ البرازيلي المجمدة مواقع التواصل الاجتماعي. تنادي الحكومة ل50,000 طن من الدجاج أو الفراخ البرازيلية المجمدة. التموين طرحت 165 طن فراخ مجمدة مستوردة من البرازيل. كيلو الفراخ من بره هيجي ارخص من اللي جوه. حلوة والله، عملتها خدتها، وكمان لما تشوي تبقى طعمها حلو قوي. اظن واضح الكلام على ايه؟ الكلام على البرازيل وفراخها. Hey, that's pretty good. من فترة كبيرة ابتدينا نلاحظ ارتفاع الاسعار بشكل مبالغ فيه، وابتدت 2023 علينا بغلاء سعر البيض والفراخ، بالذات البيض. فابتدينا اكتشفنا انها سنة بيض قوي. ومع دخول شهر رمضان علينا وغلاء الاسعار الملحوظ، طلعت لنا الحكومة بحل حلو قوي. الفراخ البرازيلي. برازيلي واسمر برقصة سامبا واو، برقصة سامبا برازيلي واسمر برقصة سامبا واو. الفراخ البرازيلي سعرها حنين جدا، وده اكتر حاجة الناس حباها فيه، وكمان طعمها مش وحش قوي زي ما الناس كانت بتقول. Nice. فهنا ظهر لنا رأيين، رأي مع الموضوع ورأي ضد الموضوع. الرأي اللي مع الموضوع بيقول لك ايه؟ ان اي سلعة هتغلى هيبقى ليها بديل، جاية بقى من البرازيل، جاية من الارجنتين، من كازاخستان، من اي حتة مش فارقة، المهم ان انا الاقي لها بديل وبسعر قليل عشان اقدر اكفي احتياجاتي. الرأي التاني، في ناس بتربي فراخ جوه بيتها ومش هيبقى عاجبها الموضوع بتاع الفراخ البرازيلي دوت، وطبعا التجار هيقاكوا لان هو كل فراخهم هيفضلوا متجمدين عندهم. فطبعا انا حابب اعرف رأيكم في الكومنتات عن الموضوع دوت، انت مع ولا ضد؟ ونقدر نعرف هل هتبقى دي الحلول اللي جاية لكل المشاكل اللي هتواجهنا في كل السلع؟ يعني مثلا الرز غلي او مش موجود في السوق، هنجيب رز ألماني؟ البطاطس غليت ومش موجودة في السوق، هنجيب بطاطس اسباني؟ فبالنسبه لي انا مع تجربتي الشخصيه مع الفراخ اللي انا كده كده بظلطها وخلاص، انا مش فارق لي يا عم برازيلي الماني كازاخستاني زي ما قلت من شويه، مش فارق لي. فانا حابب اسمع رايكم في الكومنتات. بروديريو بروسيريو برازيليو. دي برازيلي دي؟ برازيليو. رجلي صندل بس وصلت بدري نيتي خالصة واو. هواتني فضة بتساعدني اني اناوله قبضة واو. شاب فقرة باين انه بيحك كأني صفقة واو. انا اسكندراني برازيلي واسمر برقصة سامبا واو. برقصة سامبا برازيلي واسمر.